تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي ومشتقاته خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري بما نسبته 35.7% لتصل قيمتها إلى 97 مليون دولار. وأوضح مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إنتاج الغاز الطبيعي تراجع بنسبة بلغت 7.9% ليصل إلى 3.4 مليون طن خلال شهر سبتمبر، مشيرا إلى أن الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي انخفض خلال الشهر ذاته بنحو 3%. كذلك أوضح المركزي تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال شهر سبتمبر بنحو 28%. أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أهمية دعم الحكومة الإماراتية لمصر، وأشار صالح إلى أنه قام بعدد من اللقاءات مع مستثمرين خلال زيارته الأخيرة لدبي لمناقشة الفرص الاستثمارية الهامة في مصر، ولفت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر. ودعا صالح الدول العربية للتعاون مع مصر في هذه المرحلة بوضع ودائع طويلة الأجل لتعزيز الاستثمارات في المشاريع في مواجهة البطالة المرتفعة التي وصلت إلى 12.6%. كشف رئيس هيئة البترول طارق الملا أن وزارة البترول وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإرسال 4 شحنات منتجات بترولية مختلفة من السولر والبنزين والمازوت خلال شهر سبتمبر الجاري. أضاف الملا أن المسؤولين الإماراتيين عرضوا تلبية طلبات مصر من الوقود خلال الفترة المقبلة وضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول بالشراكة مع مصر. وأشار إلى أن الإمارات أرسلت 10 شحنات من المنتجات البترولية خلال الشهرين الماضيين في صورة منحة نفطية بقيمة 330 مليون دولار. أحد الأسباب الذي استخدمته سلطة الانقلاب في مصر لعزل الرئيس محمد مرسي ما زال يعاني ويستمر في الانحدار وفقا لإحصاءات حديثة أشارت إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. فعلى صعيد السياحة التي تمثل نحو 11% من الناتج المحلي للبلاد، ألغت آلاف الوفود السياحية الأوروبية رحلاتها إلى مصر، وهبطت نسبة إشغال الفنادق في مدينة الأقصر التاريخية إلى نسبة قياسية بلغت 1% فقط، هي أدنى نسبة لها منذ الهجوم الشهير الذي قضى فيه عشرات السياح الأجانب عام 97. أما على صعيد الاقتراض المالي الذي كان سببا رئيسا لانتقاد حكومة مرسي، فسجلت حكومة الببلاوي أعلى نسبة اقتراض شهري خلال 3 سنوات بلغ نحو 11 مليار و600 مليون دولار. لم تتوقف معاناة الاقتصاد المصري ومعها معاناة المواطنين عند هذه الأرقام، فانقلاب السيسي فرض حظر تجوال ليلا أدى إلى وقف العديد من الأعمال وأنشطة النقل التي كبدت التجار والمؤسسات الصغيرة خسائر جمة. وإضافة إلى ذلك أوقفت حركة القطارات، أحد أهم شرايين المواصلات في البلاد والتي يستقلها نحو 200 ألف راكب يوميا، وذلك لنحو 15 يوما قبل أن تستأنف بشكل جزئي. وصفت تلك الفترة بأطول إقامة جبرية للقطارات منذ إنشاء خطوط السكة الحديد عام 1853، أي قبل حوالي 160 سنة. كان الرئيس منصور قد وصل إلى أبو ظبي مساء أمس بعد زيارة للكويت أجرى خلالها مباحثات مع أمير دولة الكويت، حيث كان في استقباله في مطار أبو ظبي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ثم توجه لدى وصوله أبو ظبي برفقة الدكتور هادف الظاهري وزير العدل الإماراتي ورئيس بعثة الشرف إلى مسجد الشيخ زايد لزيارة ضريح الراحل الشيخ زايد بن سلطان النهيان.